كيف يمكن للاعب كان نجم الموسم أن يختفي فجأة في بطولة كبرى أمام أعين الملايين؟ كان في القمة، ثقة، أداء وأرقام، ثم فجأة توتر، أخطاء غير معتادة، ضياع وانهيار. كثيرون يفسرون الأمر بالضغط فقط، لكن في التراث الإسلامي يذكر أمر أعمق: كثرة الأنظار، الشهرة، الإعجاب المفرط قد تكون سببا في عين أو حسد إذا لم يكن الإنسان محصنا روحيا. الحسد لا يسقط الجسد مباشرة، بل يبدأ بإرباك التركيز وإضعاف القلب وسلب الطمأنينة حتى ينهار الأداء دون سبب واضح. لذلك في مثل هذه الفترات الرجوع إلى الله هو أول حماية، فهو الحافظ وهو الكافي، ثم المحافظة على الأذكار وأذكار الصباح والمساء وقراءة المعوذات والاستعانة بالله بصدق، كلها أسباب تحفظ القلب قبل الجسد. ومن هنا كتبت كتاب التحرر من مس شيطان الحسد، كتاب عملي مبني على تجربة واقعية يوضح كيف يعمل الحسد، لماذا يصيب الناجحين أكثر، وكيف تحصن نفسك وتستعيد توازنك. لمن أراد الفهم بعمق، رابط الكتاب أسفل الفيديو، لأن الفهم والذكر معا هما بداية القوة والحماية.